المسلسلات التعبانه كتير وسهل اجيب لك مسلسلات ما سمعتش عنها قبل كده، لكن المسلسلات اللي هنتكلم عنها هي مسلسلات مشهوره وانت عارفها كويس، ولكنها مسلسلات سيئه جدا. وعناصر السوء في المسلسلات دي كتير، من تمثيل، من اخراج، من حبكه دراميه. الشروط بتاعتنا: اول حاجه يكون المسلسل ده اتشاف بنسبه كويسه. 2 مش شرط يكون فشل لكنه سيء جدا. 3 القايمه دي في النهايه ذوق شخصي من الحاجات اللي انا شفتها بنفسي، ولكن اللي يجمع المسلسلات دي كلها ان هي اسوأ مسلسلات في تاريخ الدراما والتلفزيون المصري اخر 10 سنوات. ومساء الفل عليكم، ادونا اللايك التمام واشتركوا معانا في القناة. صحيح القناة صغيرة شوية ولكن ان شاء الله تكبر بيكم ومعاكم. ورقم 10 معانا مسلسل ليه لأ. مسلسل ليه لأ انا ليه حاطه في القايمه دي رغم ان هو مش اسوأ مسلسل في الدنيا؟ لان الجزء الاول منه اللي كان بطوله امينه خليل كان كويس جدا، الجزء الثاني كمان اللي كان فيه منة شلبي كان اجمل واحلى جزء من الاجزاء كلها. فقلنا ان الجزء الثالث لما هينزل هيكون احلى من الجزئين اللي قبل كده، لان واضح ان احنا بنتطور لقدام، ولكن من الواضح في الجزء الثالث ان احنا تقهقرنا الى الخلف ورجعنا بافكار غريبه جدا، بيناقش قضيه لا تهم كتير من الناس ولا تهمني ولا تهم اي حد اصلا. مسلسل كمان القصة اللي بيدور حواليها قصة ضعيفة جدا. ضعيف، كم انت ضعيف ايها الجميل. في المركز التاسع معانا مسلسل القاهرة كابول. مسلسل القاهرة كابول انا حاطه في المركز التاسع لانه كان مسلسل من اول حلقتين ليه بينذر بانه مسلسل جميل جدا، ولكن بعد اول حلقتين ركبنا الزلاجة ونزلنا فيه حاجات غريبة جدا. تحول المسلسل الى مسلسل خطابي بحت، وخاصة من الفنان نبيل الحلفاوي اللي كنت باجي في المشاهد بتاعته جري بسرعة. عارف اللي هو ايه، الراجل الكبير اللي قاعد بيحتسي فنجان القهوة ورائحته عاطنة بدخان السجائر، هو ده بالظبط اللي كان الشخصية بيعملها. والمسلسل عموما كان فيه نسبة خطابة وإنشا كتير جدا، حاسس ان انا كنت فتحت كتاب القراءة كان ابرك لي من اللي انا شفته. المسلسل ده معانا في القايمة دي نظرا لانه مسلسل ممل جدا. المسلسل ده ما تقدرش تكمل منه حلقتين ورا بعض في جلسة واحدة، ستصيبك بضيق التنفس فورا من كتر الكليشيهات المعبأة والمزجة في هذا المسلسل. وفي المركز الثامن معانا مسلسل وعد ابليس. يمي خاف يا عيد، يمي بطولة عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب. الدعاية بتاعته قبل عرضه كانت بتنذر بمسلسل جيد واحداث جيدة، ان في حد في مشكلة والشيطان بيوسوس له وبنروح الى العوالم بتاعة الشياطين والجان. ولكن بعد الحلقة الثالثة من مسلسل وعد ابليس المسلسل حسيت ان هو بدأ يقلب على مسلسل كوميدي. ايه اداء الشيطان اللي عامله فتحي عبد الوهاب ده؟ انا من قلت لا في وجه من قالوا نعم. ايه شيطان فاتح القميص لسرته؟ انت كده شيطان. الممثلين اللي بيقوموا بدور الشيطان في السينما المصريه وفي الدراما المصريه يا جماعه في ريفرنس ارجعوا له بمنتهى البساطه. يوسف بيك وهبي في فيلم سفير جهنم، اي ممثل مصري عايز يعمل دور الشيطان يرجع ياخد اداء من يوسف وهبي. قصه المسلسل كمان هي اكبر نقطه ضعف فيه، قصه كرتونيه جدا مفيش عيل صغير في ابتدائي يقتنع بيها. اجمل حاجه في مسلسل وعد ابليس اللي متماسكه شويه هو اداء عمرو يوسف. في المركز السابع معانا مسلسل اتهام، بطولة مريم فارس وعزت ابو عوف الله يرحمه وحسن الرداد. مسلسل اتهام ده تقعد قدامه تحس ان انت في حاجة خنقاك من هنا. يا ساتر اتلفقت بحيهم. مسلسل احداثه رتيبه وبطيئه جدا، قصه المسلسل سيئه جدا، الاداءات التمثيليه من الممثلين كلهم وخاصه مريم فارس رايحه في داهيه، وكمان قصته ما شدتنيش على الاطلاق. المسلسل ده هو مش انتاج مصري صرف، هو انتاج مصري لبناني، ولكن هو في النهايه اتعرض في التلفزيون المصري بشكل ما او باخر، فهو معانا في هذه القائمه. ونيجي للمركز السادس وهو مسلسل رساله الامام بطوله خالد النبوي. المسلسل ده فيه اهم مشكلتين بيقع فيهم كل صناع الاعمال الدراميه لما بييجوا يتصدروا لعمل تاريخي او عمل ديني يخص الاحداث التاريخيه والتدوين التاريخي والمصادر اللي بيجيبوا منها. تاني مشكلة في المسلسل ده ان هم بينسبوا أقوال مأثورة وأبيات شعرية للإمام الشافعي. المسلسل مشكلته مشكلة كتابة بحتة. والمركز الخامس معانا مسلسل سر الباتع. أنا بقى لا هقول لك نابليون الطويل اللي جايبينه، ولا هشام الجخ اللي بيموت في حلقتين زي الأفلام الهندي، ولا برضو الحملة الفرنسية اللي جنودها لابسين كوتشيات. أنا هكلمك في نقطة واحدة بس، ده مسلسل معمول للترفيه
كلام سليم. المسلسل ده ممل جدا، المسلسل ده ممل ملل فظيع جدا. ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ زائد ان المسلسل الاداءات التمثيليه فيه باستثناء 2 ممثلين وهم احمد السعدني وحنان مطاوع هم اللي كانوا عاملين اللي عليهم في المسلسل، ولكن باقي الاداءات التمثيليه سيئه جدا. وابشع دور في المسلسل كان دور احمد فهمي. اداء عصفور الجنينه اللي كان عامله في الرجل العناب على اداء الشبحنه اللي بيعمله في افلامه المعتاده، اداء كده كرنج جدا وصعب جدا من احمد فهمي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. مسلسل سر الباتع بيبدأ بداية جميلة جدا في أول 3 حلقات منه، وأنا كنت الصراحة متحمس للمسلسل ده وناوي أتابعه، لكن بعد كده دخلنا في نفس المشكلة اللي وقع فيها القاهرة كابول، وهي مشكلة الخطابة. المسلسل قلب كتاب قراءة. المسلسل ده قصة جميلة جدا ولكن تنفيذ سيء جدا. انت بوظت الطبخة، انت جبت زفت على التورتايه. وفي المركز الرابع معانا مسلسل الضاحك الباكي لعمرو عبد الجليل. المسلسل ده ما بيعانيش الحمد لله من المشاكل اللي بتعانيها المسلسلات اللي قبليه، وهي القصة والسيناريو والحوار والحاجات دي كلها. المسلسل ده مشكلته في الاداءات التمثيليه. عمرو عبد الجليل يعني انا مش عارف، هو مش بيمثل دور الريحاني، هو بيمثل دور عمرو عبد الجليل وهو بيقلد الريحاني. انا المسلسل ده ما اقتنعتش بيه على الاطلاق. المشكله الثانيه في مسلسل الضاحك الباكي ان كمان احداثه ممله جدا. حد يقول لي ما هو ده مسلسل سيره ذاتيه، مش مطلوب منه قوي ان هو يشدك من بدايته. في مثال على ده وهو مسلسل ابو ضحكه جنان بتاع اشرف عبد الباقي اللي كان بيحكي قصه اسماعيل ياسين، ده برضه مسلسل سيره ذاتيه. المسلسل ده احداثه في بدايتها ما تشدش على الاطلاق، ولكن اداء اشرف عبد الباقي صراحة يشد جدا، وأداؤه كان كويس جدا وهو متماسك جدا، بعكس أداء عمرو عبد الجليل اللي كان تحس إن هو مش ماسك الشخصية قوي أو مش قاري القصة كويس. أو المسلسل ده أتحداك إنك تقدر تكمل المسلسل لغاية الآخر، لو شفت حلقتين منه تبقى أنت بطل. نيجي بقى للتوب 3، دول كوارث، دول مش مسلسلات. في المركز الثالث معانا مسلسل الإكسلانس لمحمد سعد اللي نزل السنة اللي فاتت أو اللي قبليها، والله ما فاكر من كتر ما المسلسل سيء. المسلسل ده اتعرف إن محمد سعد عمل مسلسل في رمضان لما حصل مشكله من محمد سعد في اللوكيشن، تعدى على احد العاملين في اللوكيشن، رغم اني كنت عارف ان الناس بتقول على المسلسل ده مسلسل سيء جدا، ولكن قلت مفيش مشكله ممكن اديله فرصه، لان في بعض المسلسلات وقت عرضها الناس ما اقبلتش عليها قوي، زي مسلسل فيفا قطاطا لمحمد سعد نفسه لما نزل في احد مواسم رمضان، الناس ما شافتوش في موسم رمضان، ولكن بعد كده ابتدى يتشاف واكتشفنا ان هو مسلسل جميل ومسلي جدا. لكن مسلسل اكسلانس ده يا اكسلانس حاجه في منتهى الهنش في الدنش، يا اكس لانش غادة عبد الرازق. أسوأ عمل شفته في حياتي لمحمد سعد، حتى فيلم محمد حسين الفيلم اللي كان بيتقال عليه سيء لمحمد سعد، يعني لا يضاهي هذا المسلسل في السوق. انت المفروض يا اكسلانس مسلسل كوميدي، ضحكتني؟ لا، مفيش ضحك، في استظراف، في بواخه، في افيهات مقحمه. غالبا الافيهات دي افيهات بره السكريبت، لان الممثلين لما كان بيترمي عليهم الافيه ما بيبقوش مترجمين. تحس الممثل مثلا محمد سعد بيرمي عليه الافيه تلاقي ممثل اتربك، بيبقى عايز يقول حاجه او يرد على محمد سعد. الشخصيه اللي مستثمرها محمد سعد في مسلسل اكسلانس هي شخصيه الحناوي اللي كان عملها قبل كده في فيلم كركر، ولكن هو عمل لها ميتافور مختلف شويه علشان يقدمها بشكل مختلف، ولكن شتان الفارق ما بين الحناوي اللي اتقدم في فيلم كركر والحناوي اللي شفناه في اكسلانس. كمان مسلسل اكسلانس هو واضح قوي ان هو مسلسل لو بادجت، المسلسل معمول ب2 جنيه ونص. المركز الثاني معانا مسلسل نسل الاغراب، ده كلنا غالبا متفقين عليه ان هو من اسوأ المسلسلات اللي جت في اخر 10 سنين. هو مسلسل سيء ولكنه نجح وقت عرضه نجاح ساحق، والناس كانت بتتفرج عليه في رمضان بشكل قوي جدا، نظرا لان المخرج بتاعه محمد سامي اللي بيعرف يعمل ابهار بصري بشكل قوي جدا، وكمان بيعرف يشد المشاهد وبيعرف يعمل نوع من انواع الحبكات. ولكن هل ده معناه ان المسلسل جيد؟ لا، مسلسل في المزابل، مسلسل سيء جدا، مسلسل يعني لا يعاد مشاهدته مره تانية، هو بس بياخد الهايب بتاع رمضان وبعد كده مفيش، صفر تماما. مسلسل لا قصه لا سيناريو ولا حوار، والمصيبه الاكبر الاداءات التمثيليه، رغم ان المسلسل ده في احمد السقا كان بيحاول يعمل ريمونتادا بس عملت فاير باك في وشه، وامير كرارة اللي كان حاطط كحل وشكله غريب جدا. نيجي للمركز الاول واللي يستحقه بجداره كأسوأ مسلسل شفته في اخر 10 سنين، وهو مسلسل رجالة البيت بطولة اكرم حسني واحمد فهمي.
شوال قلش. المسلسل ده كتابة مؤلف خطير جدا وهو أيمن وطار اللي ليه أعمال كوميدية جميلة جدا، ولكن المسلسل ده تقريبا أيمن وطار كتبه وهو في حالة نفسية سيئة فطلع منه المنتج السيء ده. المسلسل ده مش مسلسل، ده وصمة عار في تاريخ أكرم حسني وأحمد فهمي، وهم اعتذروا بنفسهم. يعني كان أول مرة أشوف في حياتي نجوم يطلعوا يعتذروا عن المسلسل اللي هم عملوه، وطبعا اعتذارهم مقبول وكويس وكتر خيرهم ان هم لما عملوا حاجه وحشه طلعوا اعتذروا. طبعا دي حاجه كويسه، مش نجوم كتير بيقرروا يعملوا الموضوع ده ويقعدوا يقول لك انا اعلى ايرادات ومش اعلى ايرادات. هم الناس كانوا لامسين ارض الواقع ان هم عملوا حاجه سيئه، عملوا جريمه في حق المجتمع بالمسلسل ده. مسلسل بايخ بواخه غير طبيعيه، افيهات من ويزو كمان بالذات صعبه جدا، ويزو معاهم في المسلسل افيهات صعبه جدا، معاهم برضو بيومي فؤاد في المسلسل دور دمه تقيل قوي. المسلسل ده اكتر مسلسل دمه تقيل. المسلسل ده لو عايز تأذي حد بصريا وسمعيا فرجوا على مسلسل رجالة البيت بجد. لو انت متضايق من حد قوي رشح له المسلسل ده وخليه يتفرج عليه، يبقى انت كده انتقمت منه شر انتقام. ولو بتحب افلام الهبوط هسيب لك فيديو هنا عن اسوأ افلام الهبوط في تاريخ السينما المصرية. اكتبوا لي القائمة بتاعتكم تحت لو عندكم اي مسلسل تاني غير المسلسلات اللي انا قلتها، لكن انا اتكلمت تحديدا عن المسلسلات المشهورة اللي الناس عارفاها وشافتها، لان كنت من السهل جدا ان انا اجيب لك مسلسلات ما سمعتش عنها قبل كده، ولكن الصراحه انا حبيت ان اجيب مسلسلات مشهوره والناس كلها شافتهم. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.